النهاردة هنعرف طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية على أصولها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هتطلع معانا هشة وطعمها تحفة. تابعوا الفيديو ولو عجبكم ما تبخلوش علينا باللايك. أول حاجة كده هجيب طبق وهحط فيه كيسين من الخميرة وزنهم 16 جرام. وبعد كده هحط عليهم نص كوباية من المية الدافية ونص كوباية من السكر، وهقلب بقى كده الخليط ده شوية. بعدين هختبر الخميرة وهركنهم على جنب. نقدر نقلل كمية السكر زي ما احنا عايزين. بعد كده بقى هجيب بولة كبيرة احط فيها كيلو من الدقيق. ده دقيق بخبوزات، ممكن نقدر نستخدم دقيق متعدد الاغراض عادي جدا. هحط عليه معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. بعد كده هقلبهم بقى كده في الدقيق شوية. بعد كده بقى هنزل عليهم بكوباية من السمنة البلدي وربع كوباية من الزيت. نقدر نستخدم نص الكمية سمنة ونص الكمية زيت عادي جدا مش مشكلة. بعد كده بقى هغلف الدقيق بالسمنة كويس جدا. هفضل كده بس الدقيق مع السمنة كويس قوي لحد ما اوصل السمنة لكل الدقيق بايديا، ونتأكد بس ان هو اتغلف كويس جدا. بعد كده بقى هضيف خليط الخميرة اللي انا ركنته على جنب، وبعد كده احط كوبايتين من اللبن الرايب. انا استخدمت هنا في الدقيق حطيت كوباية الاول، وبعد كده احتجت الكوباية من اللبن الرايب. ممكن الدقيق اللي انتوا تستخدموه ممكن ياخد مثلا كوباية ونص او اكتر من كوبايتين على حسب نوع الدقيق. في دقيق بيشرب سوائل كتيرة وفي دقيق ما بيشربش، فانتوا تخلوا معاكم كمية يعني وفيرة عشان تقدروا تتحكموا في العجينة. بعد كده بقى هضيف معلقتين كبار من القشطة البلدي، ونقدر نستخدم القشطة اللي هي بتاعت المحلات، ونقدر نستبدل القشطة بكوباية من الزبادي، كوباية من كبيرة من الزبادي. هعجن بقى كويس جدا كده العجينة لحد ما احصل على عجينة لينة طرية جدا. مدة العجن بتبقى حوالي 10 دقايق. هنفضل نعجن فيها كده لحد ما نلاقيها طرية في ايدينا وعاملة زي الملبن كده، والعجينة لازم نمسكها تمط في ايدينا كده تبقى عاملة زي الملبن بالظبط كده. يبقى خلاص هي اتعجنت معايا. بعد كده بقى هجيب طبق واحطها وهدهنه بالزيت، وبعد كده اسيب بقى العجينه وهغطيها في مكان دافي تختمر لمده ساعه كامله، عشان طبعا كلنا عارفين الجو برد وهتاخد معانا حوالي ساعه. بعد ما اختمرت بقى ساعه كامله كده هقطعها لكور صغيره. وزن الكوره كده حوالي، انا عملتها كده بالتقريب يعني وزنت الكوره حوالي 70 جرام. ممكن تعملوها 50 جرام هتقطع معاكم كميه كبيره جدا. انا عملتها 70 جرام طلعت يعني كبيرة شوية، بس برضو تقدروا تعملوها على حسب ما انتوا عايزين. هغطي بقى الكور كده بتاع العجينة لمدة 10 دقايق ترتاح، وبعد كده هضغط عليها بقى بايديا كده عشان تبقى سهلة معايا في الفرد. وبعد كده هتبقى بالشكل ده. هخلص بقى كل الكور كده. هي عملت حوالي 25 كورة. طبعا لو عملتوها اقل في الحجم يعني هتقطع معاكم كتير، او ممكن تقطع معاكم 50 قرصه. هجيب بقى كده هنا هعمل نص القرص بالعجوه ونصها ساده. هجيب حته العجوه كده اللي انا عملتها واحطها في نص القرصه كده، وهلف القرصه كده معايا هقفلها كويس جدا. وبعد كده هضغط عليها بقى كده لحد ما تبقى حجمها مناسب كده بالشكل ده، وهرصها في الصاج وهغطيها وهسيب القرص تختمر لمده نص ساعه تاني. هندخلها بقى الفرن نحطها في الرف الاوسط كده، وبعد كده نراقبها من وقت للتاني. اول ما نلاقيها بقت لون يعني لونها من تحت كده محمر شويه ومن فوق ذهبي كده، هنخرجها من الفرن على طول. وبعد ما نخرجها هنغطيها بفوطه عشان تحتفظ بطراوتها وتبقى طريه جدا. وبعد كده لو عايزين نحتفظ بقى بيها هنحطها في الفريزر في الاكياس ونخرجها في اي وقت هتبقى طريه زي ما هي. وما تنسوش بقى لو عجبكم فيديو النهارده تدعمونا بلايك وشير للفيديو، تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب. كنت معاكم سارة أبو حامد، دمتم في رعاية الله.